رح بلش وأقول أنا مش من رأيي إلديكو أبدا. مع بداية هالاحتفال تذكرت قعدتين تعلمناهم بالجامعة. أول قاعدة اسمها ميرفيز لو يلي كانت تقول إنه anything that could go wrong will go wrong would go wrong. تاني قاعدة كمان بالجامعة تعلمناها، كان في عنا أستاذ كيمياء كان يشرح لنا كتير ويكون كتير متحمس. بقى مثلا يشرح لنا عن معادلة معينة، إذا بنحط أكسجين وهيدروجين بيطلع لنا مي، بالآخر يقلنا بدكم تشوفوا بتقعدوا نروح على المختبر، نروح على المختبر مدري شو يجيب مع مدري شو يطلع معه شراب التوت ما يطلع معه. كان ما يستسلم عند هالحد مثل ما أنا عم بعمل اليوم. كان يقلنا بس انتبهوا في شيء اسمه لو اوف ديمونستريشن. قلت له شو هي هيدي لو اوف ديمونستريشن؟ قال انه بيبقى في علماء بيشتغلوا كتير على شغله معينه، بس بعدين انا بين لي مزبوط بيشتغلوا كتير مثلا بيوصلوا لاستنتاج، بالاخص بالكيمياء وبالفيزياء. من بعد ما يوصلوا ويجربوها مره واثنين وثلاثه، بس يبعثوا ورا مجلس العلماء مشان ياخذوا السيرتيفيكات تبعهم، بيجوا عم بيعملوا نفس الاختبار بنفس الظروف اللي عملوها فيه، ما بيمشي الحال. فانا صار لي يومين ثلاثه ما عم بنام، عم بيعملوا اختبارات، بس وصلنا على وقت الاحتفال ما مشي الاختبار. بدي بلش رحب بجميع الموجودين. من جديد بدكم تسمحوا لي يكون عندي بعض الاستثناءات، يا لأسباب شخصية يا لأسباب عامة. بدي بلش بممثلي كل الأجهزة الأمنية. تقول شغلي بخضم كل اللي عم بصير بالمنطقة، إذا ملاحظين بخضم كل اللي عم بصير بالمنطقة، ما في دولة وفرها الإرهاب، ما في مطرح إلا ما عم بصير في أحداث أمنية، ما في مطرح إلا عم بصير في عمليات إرهابية، إلا بلبنان. حدا منا توقف شي لحظة وسأل؟ صراحة يعني أنا من الأشخاص يلي عندهم عقل نقدي، بس كمان وقت بيكون في شيء منيح عم بصير لازم نتوقف عنده تنشجع اللي عم بيعمل منيح يضل يعمل منيح. الأجهزة الأمنية بلبنان من جيش قوى أمن داخلي على مختلف اختصاصاتهم نجحوا بأنه يضبطوا الوضع، يوفروا على المواطن اللبناني تبعات الإرهاب بالوقت يلي المنطقة على فوهة بركان فيه. فمشان هيك بدي رحب فيهم بشكل أساسي. من جهة تاني بدي رحب بالصديق نبيل دفراج الوزير، من قبيل الصداقة أكثر من قبيل الوزارة طبعا، مع حافظ موقعه الأساسي. بدي رحب بممثل الصديق الرفيق الرئيس سعد الحريري، النائب باسم الشاب. بدكم تسمحوا لي رحب بشكل خاص بالصديقة الوزيرة أليس شبطيني بصفتها الخاصة، بالأخص لأنا عم بتمثل الرئيس ميشيل سليمان يلي عم بيحرص يكون موجود بكل الاحتفالات اللي عم نعملها. طبعا كل الموجودين أعزاء، بس يا ريت في يكفي تقدر رحب بالكل، بس للأسف الوقت ما بيسمح. هلا السؤال بيطرح نفسه، ليش الحكومة الإلكترونية وليش بهالوقت بالذات؟ ليش بهالوقت بالذات؟ لأنه وقت ضايع بس لازم نحضر حالنا فيه تيجي وقت الشغل. مش معناتها إذا وقت ضايع نضيعه على كل المستويات. على المستوى السياسي عم بيكون وقت ضايع، مكره أخوك لا بطله، أكتريتنا مكرهين لا أبطال بهالوقت الضايع اللي عم بصير. أقلها نحضر حالنا تبس الوقت ما يعود ضايع، نكون عارفين وجاهزين شو بدنا نعمل وننطلق فورا للعمل. هلا ليش الحكومة الإلكترونية تحديدا؟ صراحة كنت بزيارة لإحدى الدول العربية، بتفاجأ بشخص عم بيخبرني انه كان قاعد معي، كان عنده معاملة بأحد المصارف، بشوفه شال الخليوي تبعه وبلش يعمل المعاملة على تليفونه. أنا من جهة انبسطت لأنه على طول بننبسط بالمنيح لكل العالم، بس من جهة تاني كتير زعلت وتأسفت إنه لبنان يلي كل عمره منارة بهالشرق، إنه توصل الإلكترونيات لهالحد بكتير من الدول. نحن بعدنا قاعدين يعني منزق على الدبة بالضيعة، إنه هيدا أمر ما بيجوز. وبالتالي من وقت ما رجعت صراحة حكيت مع كتير أصدقاء، بالأخص تداولت مع غسان حصباني يلي بعرفه هو اختصاصي أساسي
بمجال الاتصالات. دولنا وضلنا الدول طلعت معنا فكرة انه بهالوقت الضايع خلينا نعمل شيء كتير مليان، خلينا نعمل شيء كتير بيفيد كل الناس، حتى 8 أدار بيفيدهم، هو انه نعمل حكومة الكترونية يلي بيستفيدوا منها كل الناس. ما حدا منا الا ما عنده تجربة مع معاملة معينة بالدولة، ان كان تسجيل شركة او حصر ارث او دفع رسوم او اللي هو. وطبعا تعرفوا هلا نحن يمكن كثير من الموجودين بهالقاعة هن معفيين شخصيا لانه عندهم امكانية على انه يبعثوا حدا يعمل المعاملات، بس نحن من الجامعات اللي مرقنا بوقت لا كنا نعمل معاملاتنا بايدنا، بنعرف قديش بياخذ معنا نهار بكامله مشان نعمل اخراج عيد، قديش بياخذ تنجدد الباسبور. في كتير ناس بيعيشوا هالأزمة كل يوم، يعني بتاخذ معهم يوم تعطيل بكامله، بتاخذ معهم هالقد تنقل، بتاخذ معهم هالقد مصروف، وبتاخذ معهم هالقد فساد بكتير اوقات تيعملوا معاملاتهم. من هون نشأت الفكرة ليش الحكومة الإلكترونية؟ لأنه هالقد بتسهل على الناس، على كل الناس. هي وحدة من الخطوات يلي بيستفيدوا منها كل اللبنانيين قاطبة، مش شريحة من اللبنانيين ولا منطقة ولا طائفة ولا مذهب. من هون كانت الفكرة نروح على هالموضوع، لأنه صراحة مثل ما بنقول بمثلنا العامة بهالحجر في نصيب 100 عصفور، بالتسهيل على المواطن، بالتوفير وبتوفير على الدولة. مشان هيك رحنا على الحكومة الإلكترونية. ندوتنا اليوم ما راح تكون ندوة تقليدية، يعني مش نحن مجتمعين تنعرض المشكلة ونعرض الحلول ونحمل حالنا ونروح على البيت. بكل صراحة نحن قبل ما تصير الندوة غسان قعد هو ومجموعة أشخاص، عمل جولة طويلة، حكي مع كثار أخصائيين، تحضرنا اقتراح قانون. حتى اقتراح القانون قبل ما نوصل على القاعة مرق على أعضاء تكتل القوات اللبنانية يلي حطوا كل واحد ملاحظاته عليه. ندوتنا اليوم بقدر ما الهدف منها انه نسلط الضوء على هالمشكلة ونطرح الحلول الممكنة لها، بقدر ما هو هيك الهدف انه تكون نقطة انطلاق تنحضر خطوة عملية. اول ما ترجع الحياة السياسية على لبنان نطرحها ونوضعها موضع التنفيذ. من بعد ندوتنا اليوم رح ناخذ اقتراح القانون مع اي تعديلات ممكن تنطرح عليه من وراء الاراء يلي بدنا نشوفها بهالقاعة، بيمرق مرة اخيرة على تكتل القوات اللبنانية. من هونيك ورايح فردا بالتكتل رح ياخذوا اقتراح القانون يبرموا فيه على بقية الكتل النيابية، تنجرب نحشد له اكبر تأييد نيابي ممكن. اول ما ترجع ينتخب رئيس جمهورية، هيدي مدام شبتيني بدها تساعد فيها تسرعها، اول ما ينتخب رئيس جمهورية ويصير في حكومة جديدة ويرجع المجلس النيابي يشتغل مثل ما لازم، اذا الله راد نتقدم بهالاقتراح القانون، ساعتها حظوظه انه يمرق بتصير كبيرة. وبالتالي بنكون طرحنا الموضوع، طرحنا المشكلة، طرحنا الحلول وحطيناها موضع التنفيذ. من هون اهمية الندوة اللي نحن فيها اليوم. قبل ما انهي حابب هيك اقرا كم سطر عن الحكومة الإلكترونية مشاكلا وحلولا، لأنه برأيي معبرين جدا ممكن يساعدونا بالتفكير. لا تزال السجلات الورقية هي الأكثر استخداما في المؤسسات الرسمية في لبنان، مما يجعل كلفة الإدارة الرسمية عالية وفعاليتها متدنية. فهذه الإجراءات وضعت منذ عقود ويعود بعضها إلى عهد العثماني. المجتمعات تطورت والتكنولوجيا أحدثت ثورة في تطوير اقتصاد المعرفة، لكن على ما يبدو أن لبنان الدولة وليس لبنان المواطن، مثل ما هلأ تبين لنا باللوائح اللي شفناها. لبنان ما زال في مصاف الدول التي لم تتمكن من إدخال التكنولوجيا بشكل كاف على معاملات الدولة، رغم أنه بالإمكان تقليص الوقت المطلوب لمعالجة وإتمام المعاملات بنسبة على القليل 70 إلى 80%. الحكومة الإلكترونية هي عملية تبسيط وتسهيل الإجراءات الحكومية عبر استعمال الاتصالات وتقنية المعلومات في إطار الإدارة العامة للدولة، لا سيما في نقاط الاحتكاك بين المواطن والإدارة، مما يخفف على الدولة كلفة تقديم الخدمات. تعرفوا قديش بنصرف على الإدارة العامة بلبنان هلا، ويحسن إنتاجية المواطن من خلال تسهيل المعاملات وتقليص أو إلغاء الحاجة للتنقل بين المناطق والمراكز الإدارية
مساهمة في تحقيق الإنماء المتوازن والراحة لكافة عناصر المجتمع. وبالرغم من تقدم المواطن اللبناني في استعمال التكنولوجيا الحديثة، تبقى الدولة متأخرة في تلقف التطور المعلوماتي واحتضان التكنولوجيا لتطوير أعمالها وزيادة إنتاجيتها، حيث يمكن استكمال معاملات أكثر وجني عائدات أكبر بكلفة أقل ووقت أقل، مما يعزز مداخيل الدولة في تقدير أولي ب$700 مليون. نحن عم نفتش على القرش، تعرفوا منين؟ من تحت الأرض. على طول وقت منفتش على القرش شو منفكر؟ شو أهين طريقة؟ حط ضريبة جديدة. مش مزبوط، مش مزبوط. تعرفوا المثل اللبناني الدبار قتل الفقر. لا، طول بالك خالص، طول بالك طول بالك. $700 مليون هودي كبداية، هودي زيادة انتاجية. يعني الشغله يلي بدها 100 موظف تنفترض بكلفوا الدولة، تنفترض هيك مثل بكلفوها 10 مليارات ليرة بالسنة، بصير بدها 2 مليار ليرة، والمواطن بصفي المعاملة تبعه تصير بشكل أسرع. إضافة إلى ذلك، ليس خفيا على أحد أن العديد من الإدارات الرسمية تعاني من مشاكل الفساد، إذ صنفت منظمة الشفافية العالمية لبنان في مرتبة 136 من 175. يعني بعد بدنا ندفي بنطلع أوائل بهالمجال، بس من تحت، على مؤشر الفساد الذي تقدر تكلفته على المواطن بحوالي $800 مليون بالسنة. مثلا حدا بيصدق انه ال5,000 ليرة من هون وال10,000 ليرة من هون، اوقات اكثر بكتير اوقات اقل بكتير، حدا كل واحد منا وامكانياته وكرمه يعني ايه، بيطلعوا $800 مليون بالسنة. هاي 800 وهديك 700، عم بحكي هيك حسابات اولية، صرنا $1.5 مليار. تصوروا نحن عجزنا الاولي، عجزنا فوائد المدفوعة على الديون اللي عندنا اياها $4 مليارات، صرنا مطلعين منهم $1.5 مليار بدون ما نضرب ايدنا على جيبة حدا، بتدابير بسيطة بشوية دبار. من هون اهمية مشروع الحكومة الالكترونية. كل العالم تطلع مبسوطة، كل العالم تطلع ربحانة بالوقت وبالجهد وبالاعصاب وبالمصاري. من فوائد الحكومة الالكترونية انها تقلص الاحتكاك بين المواطن والادارة والسماسرة، فتقلص كلفة الفساد على المواطن، والتي هي بمثابة ضريبة إضافية غير شرعية. أما الوقت الضائع، سنتبعوا على هيدي يلي يمكن البعض منا بينتبه لها، البعض الآخر ما بينتبه لها. الوقت الضائع في متابعة المعاملات، الإنسان بيروح بده يعطل شغله، إن كان أستاذ مدرسة ولا مزارع ولا صناعي ولا صاحب محل. الوقت الضائع في متابعة المعاملات فيمكن أيضا تقليصه بنسبة عالية، مما يساهم في زيادة الإنتاجية الاقتصادية بما يقارب $1.2 مليار. يعني هيدي بتنزاد عن الناتج المحلي القائم على GDP. $1.2 مليار نوفرها كيف؟ بأيام العطلة. بتعرفوا أيام العطلة قديش تطلع يلي بيستهلكوها المواطنين اللبنانيين كلهم بمجملهم بالسنة تيروحوا يعملوا معاملاتهم؟ بيطلعوا يا سيدنا ملا أنت 10 ملايين يوم إنتاج بالسنة. إذا بنجي نحسب ايام اللي عم بيعطلوها الناس تيروحوا يعملوا معاملاتهم على بعضها 10 ملايين يوم انتاج، يلي لو استعملناهم للانتاج الفعلي كانوا بيزيدوا عن الناتج المحلي اللبناني الاجمالي $1.2 مليار، يلي الدولة بيقعد يطلع لها من هودي ما بعرف قديش، افترض $200 مليون. وبالتالي فاذا اضيفت كل هذه الارقام يمكن للدولة ان تسد ثغرة كبيرة في العجز من خلال إطلاق الحكومة الإلكترونية، كما يمكن تحسين صورة الدولة أمام المواطن من خلال تحسين إداء القطاع العام وإزالة الحاجة للتعامل مع زحمة السير والانتظار في طوابير الدوائر الرسمية ومتابعة المعاملات والتعامل مع السماسرة وممارسات بعض الموظفين المسيئة لصورة الدولة. من هنا كانت فكرة هذا المؤتمر وشعاره: لا هدرة، لا طوابير، لا فساد، نحو مجتمع أفضل. وبعمل كعملنا اليوم نصل إن شاء الله بوجودكم وجهودكم وجهود الجميع إلى هذا المجتمع الأفضل. أهلا وسهلا وسلام.